وفي شمال إفريقيا القصة كانت هي. الجزائر بقت ولاية عثمانية، تونس ولاية عثمانية، ليبيا ولاية عثمانية. المد العثماني كان زي طوفان تاريخي بيبلع كل اللي قدامه. لكن على حافة العالم الإسلامي الغربية، على شواطئ الأطلنطي، كانت في دولة واحدة لحد عندها وقف، ارتطم بيها ورجع. دولة قالت لأ. في حلقة النهاردة هنحكي قصة الاستثناء المغربي. هنحلل اللغز التاريخي اللي حير المؤرخين. إزاي في الوقت اللي العالم كله كان بيركع للسلطان العثماني، فضل المغرب شامخا مستقلا وسيد قراره؟ إيه هو سر القوة المغربية اللي خلت أعظم إمبراطورية في زمانها تعمل لها 1000 حساب؟ عشان نفهم حجم الإنجاز المغربي لازم الأول نفهم حجم القوة العثمانية. احنا بنتكلم عن إمبراطورية في أوج قوتها في عصرها الذهبي. السلطان سليم الأول وبعده ابنه سليمان القانوني كانوا بيمتلكوا أقوى جيش في العالم، جيش الإنكشارية، القوة الضربة اللي كانت بترعب ملوك أوروبا، فرقة عسكرية محترفة لا مثيل لها في التنظيم والتدريب والولاء. العثمانيين كانوا بيمتلكوا أحدث أسلحة في زمانهم، خصوصاً المدفعية التقيلة اللي كانت مفتاح النصر في كل معاركهم الكبرى، من فتح القسطنطينية لمعركة مرج ضابق. سنة 1517 سليم الأول قضى على دولة المماليك في مصر والشام في شهور. بعدها الأسطول العثماني بقيادة الإخوة الأسطوريين عروج وخير الدين بربروس سيطر على الجزائر وحولها لقاعدة عثمانية متقدمة في قلب المغرب العربي. من الجزائر بدأت طموحات التوسع العثماني تتحرك غرباً، بعدها الدور جاء على تونس وبعدها طرابلس في ليبيا. الخريطة كانت بتتغير بسرعة مرعبة. كل شمال إفريقيا من حدود مصر الغربية لحد حدود المغرب الشرقية بقى جزء من الإمبراطورية العثمانية بشكل مباشر أو غير مباشر. الجزائر اللي كانت تحت الحكم العثماني بقت هي راس الحربة اللي العثمانيين بيستخدموها عشان يضغطوا على المغرب. بدأت المناوشات على الحدود وبدأت محاولات جس النبض. العثمانيين استولوا على مدينة تلمسان اللي كانت تاريخياً مدينة متنازع عليها، وحاولوا يستخدموها كقاعدة للتوغل أكتر. كانوا بيشوفوا المغرب على إنه الجايزة الكبرى اللي فاضلة، الثمرة الأخيرة اللي لازم تقع في سلتهم عشان يكملوا سيطرتهم على كل سواحل شمال إفريقيا، ويحكموا قبضتهم على غرب البحر المتوسط، ويمنعوا أي تحالف محتمل بين المغرب والإسبان ضدهم. لكنهم اكتشفوا إن المغرب مش زي أي حتة تانية. اكتشفوا إن البلد دي تركيبتها مختلفة، مش مجرد أرض وسلطان. دي كانت فكرة وعقيدة ومشروع سياسي متكامل له جذور عميقة في التاريخ، صعب جدا بلعه أو هضمه. اكتشفوا إن الدولة المغربية مش دولة وليدة، دي دولة إمبراطورية عريقة ورثت إرث المرابطين والموحدين، وشايفة نفسها مركز العالم الإسلامي في الغرب، مش مجرد طرف أو ولاية ممكن تتبع مركز تاني في إسطنبول. وهنا بدأت المواجهة الحقيقية. طب إيه هي الخلطة السرية دي؟ إيه اللي كان عند المغرب وما كانش عند غيره؟ الإجابة في 3 كلمات: الشرعية والبيعة والجهاد. أولاً الشرعية، ودي النقطة الجوهرية. السلاطين اللي كانوا بيحكموا المغرب في وقت المواجهة الكبرى مع العثمانيين كانوا من الدولة السعدية، والسعديين زي العلويين اللي بيحكموا المغرب النهاردة كانوا أشراف، يعني من نسل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ودي نقطة في منتهى الأهمية. السلطان العثماني مهما كانت قوته وجيشه، ومهما ادعى لنفسه لقب خليفة المسلمين بعد ما أخذ آثار النبي من القاهرة، كان في نظر المغاربة تركي أعجمي، شرعيته جاية من السيف والقوة والغزو. لكن السلطان المغربي شرعيته دينية روحية جاية من نسبه الشريف، وده خلى التفاف المغاربة حوله مش مجرد ولاء سياسي الحاكم، ده كان واجب ديني مقدس، كان دفاع عن أمير المؤمنين وحفيد الرسول ضد أي غازي خارجي. ثانياً البيعة. نظام الحكم في المغرب من أيام الأدارسة كان قايم على البيعة. البيعة مش مجرد طقس أو احتفال، دي عقد اجتماعي وسياسي وديني واضح. العلماء والشيوخ وقبائل المغرب الكبرى بيبيعوا السلطان على السمع والطاعة في مقابل أنه يحمي الدين والوطن ويقيم العدل. دي علاقة تعاقدية بين الحاكم والمحكوم،
السلطان مش مجرد حاكم مفروض عليهم، ده قائد هم اختاروه وبيعوه، وده خلق تماسك داخلي جبار. لما العثمانيين حاولوا يدخلوا ما كانوش بيحاربوا جيش السلطان بس، كانوا بيحاربوا كل قبيلة وكل مدينة وكل زاوية دينية في المغرب. كانوا بيحاربوا شعب بأكمله شايف إن السلطان ده هو رمز وحدتهم ومشروعيتهم. ثالثاً، الجهاد. بسبب الشرعية الدينية دي وبسبب وجود خطرين في نفس الوقت، البرتغاليين على السواحل والعثمانيين على الحدود الشرقية، الحرب ضد أي قوة خارجية أخذت طابع الجهاد. مش جهاد ضد مسلمين، لكن جهاد ضد قوة خارجية بتحاول تفرض سيطرتها على بلاد الشرفاء. الزوايا الصوفية اللي كانت منتشرة في كل حتة في المغرب، زي الزاوية الجزولية والزاوية الدلائية، لعبت دور ضخم جدا في تعبئة الناس. الزوايا دي كانت مراكز روحية وعلمية، لكنها كمان كانت معسكرات تدريب ومراكز تمويل للمقاومة. كانت بتروج لفكرة إن الدفاع عن استقلال المغرب هو دفاع عن الإسلام الصحيح في مواجهة أتراك طمعانين في خيرات البلد، أو نصارى عايزين يحتلوا الأرض.